في قلق شويه بسبب تاخر حسم صفقات النادي الاهلي. ما تكلمنيش خالص على الكلام الفارغ ده. تاخر الصفقات ده انتوا الاعلام اللي عامله. الاهلي اعلن حاجه؟ هو الاهلي انا متفاوض مع حد؟ لا معلش، الاهلي اعلن لا هو ايه الكلام الفارغ؟ يعني ايه؟ مش فارغ، انا ما قلتش فارغ. ايوه انهي كلام فارغ؟ لما السوشيال ميديا كلها كاتبه الكلام ده. ما تكتب السوشيال ميديا. يبقى انت حضرتك توضح، تاخر حسم صفقات النادي الاهلي وخاصه صفقتي يحيى عطيه الله وبن رمضان. ما انت ده من وجهه نظرك. مش وجهه نظر يا باشمهندس، انت خليتها وجهه نظر. يا مهيب انا مهيب انا بجاوبك على فكره. اتفضل. انت بتقول لي تاخر صفقات، دي وجهه نظر. انا بقول لك انا مش هتكلم في تفاصيل. النادي الاهلي عمره ما اتكلم في تفاصيل شغله. النادي الاهلي يعلن عندما ينهي الامر. يحاسب النادي الاهلي على المعلومه اللي تخرج منه بشكل رسمي. لكن الكلام المتداول على السوشيال ميديا او على وسائل التواصل، حتى لو كان بيجيبوه من بره ان كتب خبر، ده بيبقى كله مجرد اتصالات من بعض الوكلاء بيعرضوا على لعيب، بياخدوا راي لعيب، بيبتدي تجميع بيانات. انت تعلم الآلية اللي بيشتغل بيها الاهلي دلوقتي. الاسماء مطروحه قدام مستر كولر. الناس عماله ده كل 3 ايام ماتش، ورغم كده بيتفرج وبيحلل الماتشات اللي فاتت واللي جايه، وبيتفرج على الناس اللي هو عايز يتعاقد معاه. فالاهلي يعمل. انت بتتكلم على الكلام ده من بقالك 3-4 اشهر، مين ماشي ومين جاي. ايوه. وكل اسبوع. ايوه. انت لو تجمع اللعيبه اللي الناس مشيتها من النادي الاهلي هتجد 80% من الفرقه. صح. المنافسه الاصعب بتشوفها الاهلي وبيراميدز ولا الاهلي والزمالك؟ الاهلي والزمالك ده يا جماعه ده تاريخ. ايوه. احنا بنتكلم على 100 سنه او اكثر من التنافس وتراكم الجماهيريه والاهتمام. يعني ما في، يعني انت اهلي انت كل الانديه تجد فيها حتى لاعبات اهلاويه وزملكاويه. فانت الاهلي والزمالك هم 95% من الكره المصريه. يعني انا مش بقول لا، طبعا في انديه شعبيه طبعا، الاتحاد والاسماعيلي والمصري والمحله والمنصوره قبلهم، كل دي انديه شعبيه. لكن تجد برضو ان الديربي بتاع الاهلي والزمالك اللعيبه والمسؤولين والجماهير بتجدوا برضو منقسمين، اهلي وزمالك بينهم وبين بعض. ايوه. الكوره ما فيهاش ما فيهاش تحفيل، ما فيهاش نكيد بعض، ما فيهاش، بتفقد متعتها والله. يعني اما اتنين اصحاب يهزروا مع بعض هم حرين. لكنها تبقى كل الفيلم مبني على ان احنا نشوف ناس طول النهار تشكك. الواضح برضو ان انت متاثر بالسوشيال ميديا يا باشمهندس. ما طبعا متاثر، وهتروح منها فين؟ كلنا بنتاثر بيها، مش عايزه مناقشه. بس انت بتتاثر، بترجع تقلب الامور في دماغك. المهندس عدلي القيعي في القادم، في الموسم القادم، ايه اللي انت متخوف منه؟ لا انا متخوف ان تفضل الكثافه بتاعه المباريات على هذا النحو. لابد من موسم استثنائي، وعلينا ان نقبل جميعا التضحيات اللي تحصل من اجل الوصول الى هذا الموسم. طب انت مع الموسم اللي هو من دور واحد؟ انا قلت اقتراح بقالي 3 سنين بقول العب دور واحد، اخد النص الفرق اللي فوق يتنافسوا على بطوله الدوري، وان شاء الله اعملها من دورين. واخد النص اللي تحت، النظام البلجيكي، يتصارعوا من اجل البقاء، وبرضه من دورين. ايوه. هتقول لي هوفر لي 5-6 اسابيع. تروح منزل انت بقى ايه عدد من الفرق بحيث تبقى 16 وتطلع العدد ما ترجعش ل 18. تمام. هتقول لي بقى صعبه هي صعبه. طيب. بس انقاذا للكره المصريه دي خطوه. شو انا اهم حاجه ان اي قرار يتاخد ما ياثرش على ما يحطش يعني لود او ضغط اكتر على الموسم ده. لكن هي عايزه تعاون وتضحيه مننا كلنا عشان نوصل
لنظام يقدر انا مستغرب المدربين امتى بيصلحوا الاخطاء، ولا مفيش اخطاء ايه؟ ولا مفيش بيرسخوا التكتيك اللي هم ولا عايزينه. تكتيك ولا هي ماشيه بالبركه. يعني انت فعلا لولا ان الاهلي عنده اللفظ بقى السكواد شخصيه كمان، شخصيه بتاعه اللعيبه. والبدلاء، مفيش بدلاء في الاهلي. لا مفيش. يعني الاهلي كان عنده كله اساسيين الحقيقه يعني. طيب فده باشمهندس، اللي مخليه قادر ان هو بعمليه التدوير يعالج الاصابات والارهاق ويكمل. يعني غير كده كانش ممكن، ودي نتيجه سياسه جيده عبر المواسم الماضيه في تدعيم الفريق. الموضوع بقى صعب جدا. طيب كولر ماشي كويس قوي وبيعمل حاجات. هو مدرب يعني يبدو هادي لكن صارم جدا. واضح ان دماغه ناشفه. ايوه بيعمل اللي هو عايزه في الاخر. ايوه يعني وابتدت اللعيبه تفهمه وهو يفهمه. ونشوف صفقه تبادليه مع النادي الاسماعيلي، ويبقى في صفحه جديده، ويبقى في ضم لعمر على الساعي. فكره، طول عمرنا صفقاتنا مع النادي الاسماعيلي ماشيه بشكل مباشر. ايوه وطول عمرنا واضح على المستوى الاداري والرسمي علاقاتنا على اعلى مستوى. ايوه يعني احنا كنا نتحدث مع رؤساء النادي الاسماعيلي في كل الصفقات، وكانوا بياخدوا المبالغ اللي بيطلبوها ايوه وفي التوقيت اللي هم عايزينه. ما حصلش والله ما بيننا بالاسماعيلي، وهو امر مفتعل تماما بفعل فاعل. لا، الاصل ان الانديه تتبادل المصالح. ومفيش حد بيكسب لوحده في صفقه. يعني انا لما اخش معاك انا مش داخل اغلبك. ايوه انا ده حبيبي يا باشمهندس، والله وحشني والله. يعني اتمنى ان انت المكالمه دي كمان اسبوعين ايوه او مرتين تبقى بقى فيها المباركه الرسمي باذن الله. ان شاء الله. كده خلاص كده خلاص. طيب على عمر الساعي، يعني نبارك على انضمام عمر الساعي النادي الاسماعيلي. كلام جميل. ومهندس عادل القيعي، بشكرك وبتمنى لك التوفيق، وربنا يديك الصحه ويخليك لينا، ودايما كده يعني وجودك بيدينا حاله كبيره جدا من الاطمئنان على نادي الاهلي. شخصيه بتحب وتعشق النادي الاهلي بشكل كبير جدا. اخيره قبل ما نخلص ممكن؟ اتفضل. انا سمعت الكابتن طارق مصطفى زعلان على الكره الاوفسايد اللي اتلغت. ايوه، وايمن عبد العزيز تقريبا برضه زعلان. وكابتن ايمن وكل الزعلانين خلاص. انت عرفت ازاي من غير ما تساله؟ هو حسني. لا من غير، لو انا اقول لك اخويا عايز امير اقول لك في في كمان زعلان في مصر اقولهم لك دلوقتي. ايوه لا لكن هي دي مش النقطه. ايوه النقطه اللي كل ما واحد يظن ان هو له قرار في صالحه يقول لك. انا بتكلم على الكابتن طارق تحديدا ليه؟ ايوه وكابتن طارق انت بتقول عايزين العداله. هو انت اول فوز تحققه السنه دي كان على حساب مين؟ حساب الاهلي. واول هزيمه للاهلي كانت من مين؟ هل كان الماتش ده فيه عداله ولا كان فيه ضربه جزاء مؤكده والاهلي كسبان 3-2 ولم تحتسب وكل العالم شافوها وانت اول واحد شفتها، بس انت كنت شايف ان العداله حلوه ساعتها. يا كابتن الكوره في طلعوا لك الخطوط، افعل على الخطوط قول لا اترسمت غلط. لكن انك تحكم، كل واحد عايز بقى يمسك الصفاره ويحكم على قرار. زي برضو الماتش اللي فات يقول لك احنا ما شفناش الكوره لسه، بس وصل. يا جماعه طب ليه؟ ليه دايما كابتن ايمن رمادي؟ مش عايز اقول بقى عشان انا مش عايز تقول حاجه؟ يعني مش عايز اعمل مشاكل بيني وبين حد، لكن عايز اقول للناس خلاص خلينا نتريث الموسم. عايز يقول لك حاجه بس بيقول لي بيزعل مني. مني. عايز اول له حاجه والله. اقول له ايه؟ لا يقول لي يزعل. لا خلاص. ايمن كان معايا. بص انا كنت رئيس البعثه وهو كان مع المنتخب الاولمبي. ايمن يعني كان كابتن الفريق. الحمد لله. لا خلاص يعني انا الحقيقه يعني عايز احيي الباشمهندس عدلي على كلامه الاولاني بتاع يعني اللي اتكلم بيه على نادي الزمالك والنادي الاهلي وان هم كقيمه كبيره جدا. تاني حاجه على الاقتراح اللي اقترحه في فكره الدوري الدور الواحد وان النادي الاهلي مرحب بده جدا جدا، وده شيء طيب. يعني ان انت بتحاول على قد ما تقدر ان انت تقدم حلول لانقاذ الكره المصريه من المواسم الكارثيه اللي احنا بنعيشها يعني. فالحقيقه ده شيء ايجابي جدا جدا وحيي الباشمهندس عليه. انما فكره ان هو يعني ممكن يكون زعلان من كابتن طارق مصطفى مثلا لا مش زعلان من حد. انا بس ممكن يبقى أنا دي هو ملاحظة يعني. انا عارف. انت مره استفدت من ده بس
ما تصورش الامر كانك ممكن، لكن هو الباشمهندس اتكلم الباشمهندس اتكلم ما هي انه فكرة يعني لو كده. بتتكلم على الخطوط بتاعه الفار مثلا مش مرسومه كويس ممكن تتكلم فيها، انما تجزم انها مثلا مش بنالتي او اوف سايد او جول، فخلينا بعيد عن الحاجات دي طبعا، الحاجات لا اللي انا ممكن بفتكر كلمه العداله كلمه يعني تستخدم في غير محلها غالبا يعني. تمام. بشكرك يا باشمهندس، وان شاء الله الاسبوع الجاي نعمل تليفون نهنيك على صفقه عمر الساعي باذن الله. تصبحوا على خير يا مهندس. شكرا يا باشمهندس عادل.